Welcome to our channel. أنا دينا أسامة وده برنامج English Dose. أهلا بيكم في أول حلقة من سلسلة حلقات English for Beginners. في سلسلة حلقات English for Beginners أو إنجليزي للمبتدئين هنتعلم مع بعض أساسيات اللغة الإنجليزية. فلو أنت متعرفش أي حاجة عن الإنجليزي غير الحروف بس، فأنت تقدر تتابع معانا في سلسلة English for Beginners، وصدقني بعدها توصل لمستوى تاني خالص في اللغة. في حلقة النهاردة هنتكلم عن الأدوات اللي بنضيفها قبل الاسم، سواء كان الاسم ده نكرة أو معرفة. الاسم النكرة في العربي هو اللي بيكون من غير ألف ولام، زي ما تقول مدرسة، كتاب، قلم. وده في الإنجليزي هنستخدم قبله أو آن. ولكن الاسم المعرفة هو اللي بيكون داخل عليه ألف ولام، زي ما تقول المدرسة، الكتاب، القلم، أو أي اسم علم. والاسم العلم هو اللي بيكون اسم شخص زي أحمد، محمد، أو اسم بلد زي مصر، سوريا. فأسماء العلم هي أسماء معرفة من غير ما يدخل عليها ألف ولام. والاسم المعرفة ده في الإنجليزي هنستخدم قبله the. ولكن أسماء العلم مش هنستخدم قبلها the لأن هي معرفة من غير ما نضيف قبلها the. زي في العربي بالظبط، هي معرفة من غير ما نضيف ليها ألف ولام. طب بنستخدمهم ازاي؟ لو أنا قلت مدرسة جميلة وقلت المدرسة جميلة، ايه الفرق بينهم؟ الفرق ان لما اقول مدرسة جميلة يعني انا بتكلم عن اي مدرسة عامة، زي ما تقول انا عايز ادرس في مدرسة جميلة. انت هنا ما تقصدش مدرسة معينة، انت بتتكلم عامة عن اي مدرسة، اي مدرسة جميلة. لكن لما تقول المدرسة جميلة يبقى انت بتتكلم عن مدرسة بعينها، زي ما تقول بالعامية كده المدرسة دي جميلة، هو ده نفس المعنى. انت بتتكلم عن مدرسة معينة مش بتتكلم عامة. فبالتالي في الانجليزي لو انت قلت a beautiful school وقلت the beautiful school هيكون نفس الفرق بالظبط. فين هنا الاسم النكرة والاسم المعرفة؟ بالظبط، a beautiful school ده النكرة، the beautiful school ده المعرفة. لأن زي ما اتفقنا إن the بتدخل على الاسم المعرفة بتدخل على الاسم النكرة. فأنت لما بتقول the beautiful school أنت هنا بتتكلم عن مدرسة بعينها، لكن لما تقول a beautiful school أنت هنا بتتكلم عامة. طب ايه الفرق بين وآن؟ الفرق بسيط جدا. طبعا انت عارف ان في حروف ساكنة وحروف متحركة في الانجليزي زي العربي بالظبط، اللي هما الالف والياء والواو. طب ايه هما في الانجليزي؟ 5 حروف: A E I U O. أيو. والله زي ما بقولك كده احفظها، أيو. A E I U O. طب وبعدين ايه علاقة حروف أيو بإيه وآن؟ لا، هي ليها علاقة بآن بس. يعني ايه؟ هقولك بس واحدة واحدة. آن بتيجي مع الكلمة اللي بيبدأ بيها حرف متحرك. يعني بتقول an ugly man. ليه قلت آن؟ لأن ugly دي صفة بتبدأ بحرف متحرك اللي هو اليو. وناخد بالنا ان في الانجليزي بنقول الصفة وبعدين الاسم، مش زي العربي. يعني ما ينفعش تقول an man ugly وتعكسها. ده غير ان an اصلا بتيجي مع الكلمة اللي بتبدأ بحرف متحرك. الصح an ugly man، الصفة وبعدين الاسم، عكس العربي. طيب لو قلت an hour، طب ازاي؟ الاتش مش حرف متحرك، بس لو ركزت كده في النطق an hour الاتش silent يعني ما بتتنطقش، لكن اول حرف بيتنطق في الكلمة هو حرف الاو اللي هو حرف متحرك. فعشان كده هتاخد ان مش لان احنا بنحط
وآن على حسب أول حرف بيتنطق في الكلمة، وآن بتيجي مع الحرف المتحرك مع الحرف الساكن. أما بالنسبة فهي بتيجي مع الكلمة اللي بتبدأ بحرف ساكن، يعني تقول a pretty girl أو a young boy. young هنا هتاخد لأن الواي مش حرف متحرك، فبرضو هتقول a yellow book. a yellow book. بالنسبة بقى لذا، سواء دخلت على كلمة بتبدأ بحرف متحرك أو حرف ساكن، هي ذا ما بتتغيرش، بتتغير في النطق بس. يعني لو دخلت على كلمة and غير لو دخلت على كلمة start. and دي كلمة بتبدأ بصوت متحرك، فهتقول the end. the end. إنما start دي بتبدأ بصوت أو حرف ساكن اللي هو الاس، فهتقول the start. the start. the end. the start. ايه الفرق؟ الفرق لو دخلت على كلمة بتبدأ بحرف متحرك هتنطقها the end. the end. لكن لو دخلت على كلمة بتبدأ بصوت ساكن هتنطقها the start. the start. طب تعالى نطبق مع بعض. she is not pretty girl. هنختار ولا an ولا the؟ هنختار طب ليه؟ انت هنا بتتكلم عن حد وبتوصفه، فلما بتوصف حد بتتكلم عنه بالاسم النكرة، و pretty بادئة بحرف ساكن، فبالتالي هنختار زي ما بتقول هذه بنت جميلة، فلما تيجي تقولها بالانجليزي هتقولها برضو باسم نكرة. she is a pretty girl. he is not clever boy. هنختار لأن clever بادئة بحرف ساكن، وانت هنا بتوصف الولد بأنه مجتهد، فهتحط أو an وبعد كده الصفة اللي هي clever وبعدها الاسم اللي هو boy. she is not pretty. مش هنختار أي حاجة فيهم. ليه بقى؟ لأن pretty دي هنا صفة، والأدوات اللي معانا النهاردة دي بتدخل على الاسم، فلازم الجملة يكون فيها اسم. يعني تقول she is a pretty girl، لأن هنا بتوصف girl ما بتوصفش pretty، لأنها أداة نكرة فهتيجي مع الاسم، ولكن هي جاية قبل الصفة مش قبل الاسم، لأن في الإنجليزي الصفة بتيجي الأول وبعدين الاسم عكس العربي. I am not teacher. هنختار لأن teacher اسم بدأت بصوت ساكن. I am a teacher. I am not English teacher. هنختار an، لأن English هي اللي بعد الأداة على طول، و English بادئة بحرف متحرك. I am not only English teacher at this school. I am not only English teacher at this school. هنختار the. طب ليه؟ الجملة معناها أنا مدرس الإنجليزي الوحيد في المدرسة دي، فأنت هنا بتتكلم بأسلوب المعرفة، بتتكلم عن مدرس الإنجليزي بعينه، مش بتتكلم عن مدرس إنجليزي عامة. ما بتقولش أنا مدرس إنجليزي، بتقول أنا مدرس الإنجليزي الوحيد في المدرسة دي، أنا مدرس الإنجليزي. بتحدد وبتعرف الشيء أو الشخص اللي بتتكلم عنه. فالإجابة I am the only English teacher at this school. يبقى وآن وذا أدوات بتيجي مع الاسم، وآن بتيجي مع الاسم النكرة، بتيجي مع الكلمة اللي بتبدأ بصوت أو حرف ساكن، إنما بتيجي مع الكلمة اللي بتبدأ بصوت متحرك،
وذا بتيجي مع الاسم المعرفة. في آخر الحلقة كده هناخد exercise أو تمرين عشان نطبق على اللي اتعلمناه ونشوف احنا فهمنا ولا لأ. واكتبوا الإجابات بتاعتكم تحت في التعليقات. في كل جملة من دول هتختاروا مكان الفراغ أو آن أو ذا، ولا مش تختاروا أي حاجة منهم، والجملة صحيحة مش محتاجة أي إضافة مكان الفراغ. He is not ugly boy. She is not intelligent. My mom is doctor. My father is backbone of our family. Ahmed is honest man. يلا انزلوا تحت في التعليقات جاوبوا على التمرين ده واستنوا الحلقة الجاية عشان نحله مع بعض وتتأكد من إجاباتك، واعملوا اشتراك عشان تتابعوا معانا الحلقات الجاية ومستواك يتحسن في اللغة إن شاء الله. كانت معكم دينا أسامة من English Doors.